السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ايه نبيل. النهارده معانا وصفة الكفتة بالبرغل. كفتة جميلة جدا وطرية وجوسي من جوه ومفيدة طبعا ومغذية. هنعملها بطريقة هايلة. طبعا بنقدمها مع سلطة الحياتي والطحينة، فهتبقى غدوة جميلة جدا. نشوف المقادير بقى بتاعتنا ان شاء الله هتعجبكم جدا يعني ان شاء الله. احنا اول حاجة بنجيبها البرغل. نجيب برغل طبعا نوع نضيف علشان اضمن ان هو ما يبقاش فيه حاجه بتقرش. هنا عندي كوبايتين، انا عندي 2 كيلو لحمه فعندي كوبايتين برغل، بس هي اللي اتصورت هنا كانت كوبايه وفي كوبايه تانية اتحطت يعني. بنزل عليها بميه سخنه مغليه من الكتل، يا دوبك الميه تغطي البرغل بتاعي. انا مش عايزه ميه كتير، انا يا دوبك الميه تغطي البرغل بتاعي بسيبها. هنا عندي 4 بصلات وسط بفرمهم فرمه خشنه وبسيبهم شوية، يعني ما بعصرهمش على طول، بسيبهم شوية عشان اعرف اعصرهم. هنا بعد ما سبتهم شوية بقى بيتعصروا معايا بكل سهولة يعني. بضيف بقى التوابل بتاعتي. هنا عندي بهارات، كان عندي باكو 11 بهار من كنور، وهحط معلقتين 7 بهارات. هو حصلت البهارات عامة هيبقى 3 معالق صغيرين. واحط الملح حسب رغبتكم، انا هاجي بعد كده ازود ملح الصراحة لان انا عندي 2 كيلو هنا. معلقتين صغيرين فلفل اسود، معلقة قرفة صغيرة، نص معلقة جنزبيل صغيرة، معلقة زعتر صغيرة، رشة جوز الطيب، وهحط معلقتين صغيرين من السكر. وهنا عندي باكو من البيكنج باودر هحطه كله. انا عندي هنا معيار 2 كيلو لحمة مفرومة. هقلب ده كله مع بعضه كويس جدا. وهنا البرغل بتاعي بقى كان تقريبا فات ساعة او اكتر من ساعة، كان بارد وكان بصوا شرب السوائل وبقى عامل زي العجينة. طبعا لو في اي سوائل زيادة بصفيها، لكن هنا مفيش اي سوائل زيادة. عندي رغيفين فينو صغيرين هفرمهم على الناشف، يعني ما بحطش سوائل. عندي قرن فلفل رومي، بحب احط فلفل رومي في الكفتة صراحة، يعني هي نسبة بسيطة كده بتدي طعم حلو. والبصل بالتوابل كل ده مكسته في الكبة عشان يبقى كله اتفرم مع بعض وممتزج كده. يعني مش حابين خلاص، يعني اعملوهم قلبوهم عادي على ايديكم، يعني مش مشكله. هنا بقى هضيف كل حاجه عشان ابدا اقلبها. البرغل بتاعي والبصل، هنا دول 250 جرام دوش، دهن الدوش او الدهن اللي بيبقى على في اللحمه لحمه العجل. وحطيت 150 ليا ضاني. بصوا يا جماعه، انا هنا اللحمه عندي كانت حمرا خالص، يعني مفرومه حمرا خالص. فبالتالي جبت اللي هو الدهن الدوش او اللي بيبقى على وش الفخده ده وفرمته مع الدهون الضاني. الدهون هنا مش كتيره، يعني حصيله الدهون هنا كانت 400 جرام على ال2 كيلو لحمه حمرا. شايفين اللحمه بتاعتي حمرا ازاي؟ فبالتالي انتي لو جايبينها مع فيها دهن اصلا فخلاص هنكتفي ان احنا نحط اللي هي الضاني وخلاص. مش كانت حمرا خالص كده، لا بنزود الدهون، يعني الكيلو الواحد عليه 200 جرام من الدهون. عايزين تحطها كلها ليا ضاني، عايزين تمكسوها ما بين الدهن الدوش ومع الضاني براحتكم، بس نسبة الدهون ما تقلش عن 200 جرام للكيلو يا جماعة عشان تبقى نسبة مظبوطة جدا. وما تقلقوش كل ده هيسيح ومش هن مش هناكله، يعني هو هيسيح بس بيديني طعم وبيديني تماسك حلو وطراوة للحمة بتاعتي. هنشوف كلنا مع بعض دلوقتي احنا ازاي هنتخلص من الدهون الزيادة دي يعني. بصوا بقى، لازم نعجنها مدة 10 دقايق، مش اقل من 10 دقايق. نعجنها كويس جدا لغاية ما بتمتزج كلها مع بعض بالشكل ده. مية البصل ما برميهاش، بحتفظ بيها في كيس في الفريزر. وكده انا ما بحبش اصبع بميه البصل، يعني انا بحط زيت لانه بيسهل عليا تصبيع الكفته على الاستيك اللي معايا، وفي نفس الوقت بيديني لمعه حلوه للكفته يعني. هنا بصبع الكفته زي ما انتم شايفين كده. ميه البصل بقى بحتفظ بيها ان انا ممكن اعمل وصفات، في وصفات بحتاجها لميه البصل.
محتاج يعني وصفات استخدم فيها ميه بصل على طول، فتبقى جاهزه عندي في الفريزر اطلعها. حابين ان انتوا تصبعوا ميه البصل وتحطوا معاها زيت مفيش مشكله خالص. هنا الكميه كلها صبعناها زي ما انتوا شايفين، بدخلها تحت الشوايه. انا كنت مسخنه الفرن وانا بصبع الكفته على اعلى درجه، ان انا عندي الفرن بتاعي بيشتغل فوق تحت لوحده وفوق لوحده. وبعد كده قفلت وفتحت الشوايه، خدت لون، وكده ببدا اقلب الكفته زي ما انتوا شايفين كده عشان تدخل تاخد لون تاني من الجهه اللي هي ايه ما كانتش خدت. الموضوع ده ممكن ياخد له 10 دقايق. هنا بعد ما خلاص الصينيتين اللي عندي كانوا خدوا الوش بتاعهم من الجنبين، بنقلهم في صينيه تانية. بصوا بفصل بقى ايه، ما باخدش الدهون بقى معايا هنا، باخد الكفته بتاعتي في صينيه تانية علشان احط لها فحمه، وهدخلها 10 دقايق تاني على درجه حراره عاليه. يعني بحطها 240 على درجه حراره 240 على تحت مده 10 دقايق بس، وبقفل عليها. الكفته يا جماعه حصيله التسويه بتاعتها 20 دقيقه فقط، ما بنزودش المده. هنا الدهون دي انا هحتفظ بيها مش هرميها، هحطها في كيس برضو في الفريزر، وهقول لكم احنا هنستخدمها في وصفات تانية ازاي. هنا حطيت الفحمه بتاعتي، طبعا الفحمه لازم تكون ولعه كويس جدا عشان بصوا تعمل الدخنه اللطيفه اللي احنا عملناها دي. بقفل الصينيه بتاعتي كويس جدا، وهدخلها قلنا الفرن على درجه حراره 240 على تحت على ارضيه الفرن لمده 10 دقايق. وده كان شكلها بعد ما طلعت، جميله جدا ومظبوطه قوي قوي قوي، جوسي من جوه ولونها فاتح وطريه وجوسي جدا من جوه. شوفوا انتوا شايفينها يعني متماسكه يعني من جوه عامله ازاي، صراحه حلوه جدا. مغذيه طبعا، يعني اضافه البرغل بصراحه بتضيف لها قيمه غذائيه وحلوه، يعني بتخلي الكميه يعني لطيفه. طبعا احنا الكفته من الحاجات اللي ممكن نعملها ونشيل منها في الفريزر، طبعا تنفعنا في اي وقت تاني يعني. اتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظروا كل جديد ان شاء الله.